سلام سلام حبيباتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا غايه، ان شاء الله تكونوا بخير باحسن الاحوال يا رب. تلقاكم لا فيديو تاع نهار اليوم باحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله راح نديروا مضاعفه المارغرين، الوصفه اللي راهي دايره حاله وراهي دايره ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي. هنا كما راكم تشوفوا حبيباتي، يعني الوصفه بكل مصداقيه راح نعطيكم بعض الاسرار باش تكون الوصفه يعني تستهلكوها يعني في اطول مده، يعني ما تستهلكوهاش فيها دوك يومين ولا ثلاثه، يعني تقدروا تسوى حتى لشهر او شهرين. يعني هي تكون مع واحد الاسرار. نروحوا بدون اطاله مباشره لطريقه التحضير ونبداو في الوصفه تاعنا. اول شيء حبيباتي صلوا وسلموا على حبيب الله، اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى. كما راكم تشوفوا في الصوره، يعني الوصفه راح تجي ناجحه وراح تجي بزاف مليحه لاصحاب المشاريع ولا الحلوجيات، يعني اصحاب اللي يخدموا لي كومون تاع الحلوى، يعني راح تنفعكم بزاف هاد الوصفه. كما نعرفوا المارغرين راهي بزاف غاليه، كما شفتوا راهي 500 غرام راهي دير حتى 22000 23000 لهاد المره. يعني راح نتحايلوا على الاسعار بالطبع. كما شفتوا هنايا راح نخدم معكم بعلبه الصغيره تاع 250 غرام تاع مارغرين. راح نجيب الطاوه تاعي ولا الكاس، راح نحط فيها هذيك العلبه كامله وراح ندوبها على النار، لكن راح ندوبها نص نص، ما راح ندوبها كامل. غنحط المارغرين تاعي تذوب على النار ونرجع معكم. هنا بعد اللي دوبتها حبيباتي المارغرين تاعي، كما قلت لكم دوبتها نص نص، خليتها حتى بردت لي قليلا، ما درتهاش حاميه، يعني خلوها حتى تدفى لكم وفرغوها. نعاودوا نعبروها في هذيك لابواط باش نعرفوا الكيله اللي راح ندوها تاع المقادير الاخرى. ان شاء الله تكونوا برك فهمتوني وما تقولوليش كثرتي الهضره، لازم عليا نشرح. كما شفتوا كما قلت لكم لازم نعبروا المارغرين تاعنا عفوا في هذيك لابواط. هنا من الاحسن هذاك الغطاء تاع المارغرين ما ترموش، راح نحتاجوه عفوا من بعد. اما هنا حبيباتي كما قلت لكم باش نستهلكوا هذا المارغرين، هنا من الافضل ديروا الحليب تاع العلب ولا هذا كونديا كما راكم تشوفوا بدون اشهار ولا بيبليسيتي. من الافضل ديروا هذا الحليب كما قلت لكم هنايا باش نعرفوا لاضات تاع الكونديا، نعرفوها باللي تجي بعيده، ماشي كيما الحليب تاع الشكاره. يعني الحليب تاع الشكاره نقدروا نستهلكوه في نهار ولا يومين حتى ل3 ايام الا كثرنا كما نقولوا. بصح هذا الحليب تاع العلب يجوا لي دات تاعهم ابعاد. كما شفتوا لا دات تاعها كانت حتى 2023 نظن في 2 ولا في 3 هكا، يعني باقي لها حوالي 4 اشهر. يعني نقدروا ندسوا به هذا المارغرين تاعنا. لكن اذا خدمتوها بالحليب تاع الشكاره راح تستهلكوها في هذوك يومين ولا 3 ايام. لهذا قلت لكم من الافضل تستخدموا الحليب تاع العلب، وراح يعطيكم ايضا قوام، يعني راح يتقلل لكم هذا المارغرين، يعني راح تجيكم قوام تاعها جيد. هنا كما شفتوا نرجعوا للوصفه تاعنا ونكمل لكم المقادير. كنت ضفت عليهم مغرف تاع الخل اللي تكون كبيره، يعني حاولوا تعمروا المغرف تاع الخل. هنا من الافضل ما تكتروش الخل، لان اذا استخدمنا هذا المارغرين لصنع الحلويات ما يجيناش فيها بنه الخل. هنا من الافضل تحطوا الخل وما تحطوش الليمون. كما شفتوا هنا جبت البرا تاع الميكسر تاعي وراح نخلط هادوك المكونات، الحليب مع المارغرين وهذيك المغرف تاع الخل. بالطبع ما تنسوش رشه الملح، يعني ديروا حوالي نصف مغرف صغيره تاع الملح، حوالي رشه تاع الملح. اما المكون اللي راح يخلي لنا هاد المارغرين تاعنا تتماسك والوصفه تنجح هو الزيت. نجيبوا بنفس الكيله تاع الزيت. كما شفتوا انا كنت عبرت بهذيك العلبه تاع المارغرين. راح نضيفوا الزيت تدريجيا كيما نديروا لا مايونيز ونطلعوا هذيك لا مارغرين تاعنا. هنا ما تخافوش في الاول كي ديروا الحليب والمارغرين تقولوا خسرت، لكن هي ما راحش تخسر، هو الزيت هو اللي راح يحسن لنا الوصفه. نكمل كامل هذيك الكميه تاع الزيت كما راكم تشوفوا في الصوره، يعني مره على مره نضيف الزيت ونخلط بالميكسر تاعي ولا بالبراد تاعي. مرة على مرة نضيف الزيت ونحط
البرا تاعي وانا ماشيه هكا حتى نتحصل على القوام اللي راني باغيته. هنايا ما تخافوش راح تشوفوها شويه خفافت لكم، لكن هو ماشي هذا هو القوام اللي راح من بعد نتحصلوا عليه. انا راح نحطها كيما راهي في الغيسيبيو في الثلاجه حوالي 5 دقائق، وراح نوريكم كيفاش راح تولي قبل ما نعمرها في العلب. انا نحاول نهود كامل هذوك الحواف ونخلط خلطه خفيفه ونحط لامارغان تاعي في الثلاجه ونوريها لكم كيفاش راح قلت لكم يولي القوام تاعها. هنا شوفوا حبيبتي، بعد اللي خليتها في الثلاجه حوالي قلت لكم 5 دقائق بها بالغيسيبيو تاعها، عاود شوفوا هنا القوام اللي كنت تحصلت عليه، يعني راهي تقالت لي شويه ما راهيش خفيفه كيما في الاول. لهذا قلت لكم هذه الوصفه ناجحه ورائعه قد ما نشكر فيها، يعني ما غاديش نوفيها لكم. كما قلت لكم في اول فيديو تعرفوا لا مارغرين راهي غاليه ولينا نسحقوها بزاف في المطبخ تاعنا، لكن للغلاء تاعها يعني كل واحد ويا حليله. شوفوا هنا حبيبتي كانت عندي علبه اخرى تاع لابيل، كنت عمرت هذوك العلبتين وكان بقالي يعني منهم، يعني من علبه واحده تاع 250 تاع لا مارغرين درت بها زوج وحوالي بقاو لي واحد 3 مغارف هكا في الريسيبي، راح نحطها في حاجه اخرى ولا علبه اخرى. هنا من الافضل قلت لكم هذاك الغطاء تاع المارغرين تاعكم ما ترموش، راح ديروه كيما هذا كيما هذا العلبه اللي درت لها تاع الصول هذاك الغطاء، والعلبه الثانيه غلفتها بالغلاف البلاستيكي. هنا حبيبتي خليت المارغرين تاعي في الثلاجه، حطيتها في الاسفل ما حطيتهاش في الفريجيدير من تحت، لكن خليتها باتت ليله كامله. هذا الغد من داك يعني جيت نصور معكم هو اليوم، يعني خدمتها البارح وهذه اليوم. شوفوا معايا كيفاش ولا القوام تاعها، يعني صدقوني حبيبتي ما حطيتهاش في كونجيلاتور، حطيتها في الفريجيدير عادي، حطيتها من الاسفل. وشوفوا القوام اللي كنت تحصلت عليه، يعني راح تجي قلت لكم رائعه هذه الوصفه. شوفوا معايا هنايا راح نقلع لها قلت لكم هذاك الغطاء، من الاحسن قلت لكم حطوا لهم سيلوفان من الفوق اذا ما كانش متواجد عندكم هذاك الغطاء تاع لا مارغرين باش ما تديناش الريحه تاع الثلاجه. كما شفتوا المارغرين كي نشروها نلقوا في هذاك الغطاء، من الاحسن قلت لكم تحطوا لها هذاك السيلوفان. اما هنا حبيبتي شوفوا القوام اللي كنت تحصلت عليه، يعني مارغرين وضعفناها فقط، يعني كيما المارغرين اللي نشروها، يعني راح تولي لكم مارغرين. يعني بالمناسبه راني سيت بها الفطير وراه جاتني الوصفه رائعه، يعني كيما ملي كنت ندير الفطيره، يعني كنت نخبز الفطيره بالمارغرين تخرج لي خرجت لي كيما كنت ندير مارغرين يعني اللي نشروها من برا. يعني الوصفه راهي ناجحه 100% شيرات، وهنا تقدروا تذوبوها في المقله ولا في الطاجين راح تجيكم روعه. انا برك الاطاله تاع الفيديو ما بغيتش نطول عليكم اكثر، ما على هذا ما بغيتش نزيد نسجل لكم اكثر. وانا حبيبتي وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبتكم لا فيديو تاعنا اليوم ما تبخلوش عليا باش جامع الاشتراك في القناه. ونقول لكم حبيبتي سلام.